عسلامة، مرحبا بكم في قناة فيجن جوي، الشين يوتيوب الأولى في تونس المختصة في الوصفات النباتية، يعني بدون لحوم ومشتقاتها. كما زادة نعتبرها القناة الأولى اللي ما تستعملش المنتجات اللي تحتوي على مواد حافظة أو معلبة، يعني الوصفات اللي باش تلقاوها هوني الكلها 100% فريشك. واليوم جيتكم بوصفة نباتية أغنية من حيث القيمة الغذائية، بنينة برشا وسهلة التحضير، وخاصة بساطة المقادير اللي هي تمثل عنوان النظام الغذائي النباتي. وصفتنا لليوم هي من وحي إبداعاتي، خاصة كيف ندخل الكوجينة ويبدأ ما عنديش دبارة في مخي. الحقيقة ما ناخدش برشا وقت، نشوف شنية عندي وماكلتي نعرفها كان كيف تطيب في الاخر. واليوم عملت لكم برغل أزرق بالخضرة، جي بنين 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 برشا. يلا تبعوا معايا كيفية التحضير. باش ناخدو 300 جرام برغل، نقيوهم اذا البرغل عندك مش منقي، ونشلوهم بالكدا تحت السبيلة ونخليوه يستقطر على جنب. وباش ناخدو الطنجرة اللي باش نطيبو فيها، نحطو مقدار 3 مغارف كبار زيت زيتونة، وناخدو راس بصل اخضر، 3 فصوص ثوم نقصوهم جويدين ونحطوهم يتقلوا، وناخدو 50 جرام حمص، 150 جرام جلبانة نشلوهم ونضيفوهم معاهم يتقليو شوية. من بعد نضيفو الحكارات، باش نحطو مغرفة كبيرة كركم، مغرفة كبيرة تبل وكروية، مغرفة صغيرة إكليل، رشة ملح. من بعد نضيفو شوية ماء، ودوب ما يغلي نرمي نجمة السعد و4 حبات هيل، وهذا نلقاهم عند التوابلية بصفة عامة، ورقة رند، ونغمر الحمص والجلبانة بالماء دوب ما يتغطاو، ونخليهم مدة 20 دقيقة يطيبوا على نار هادية كالعادة. فوا الحمص والجلبانة طابوا، نضيفوا كعبتين سبناريا نقصوهم جويدين، نغطيو عليهم دقيقتين من زمان بالحساب، وناخدو هيك البرغل اللي شللناه من الاول ونضيفوه للمزيج، ونقلبوا المكونات في بعضها. من بعد نغمر البرغل بالماء، نغطي عليه من 5 ل 8 دقائق. اون فوا طاب وشرب ماء، لهنا نحب نضيف الدقرميشة اللي نحبها. باش نحط 2 جرينات فلفل نقصهم على 2 ونزين بيهم من فوق. من بعد نطفي على الغاز ونغطي عليهم باش هيك السخانة ترجع للفلفل ويسيب مطعمه، وفي نفس الوقت تقعد فيه أكد قرميشة البنينة اللي نحبها. ووصفتنا لليوم حضرت، وما عندكمش فكرة على البنة بالحق، نودكم ولا نشهيكم جربوها واكتبوا لي في كومنتير كان عجبتكم، وما تنسيوش تعملوا لايك وفولو لمزيد من الوصفات النباتية والصحية. وتوا ما بقى لي كان نقولكم شهية طيبة وفي أمان الله.